المشاهدون الأكارم أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. تنظيم المهرجان السنوي للإريتريين المقيمين في ألمانيا. الدفعة الثانية من طلاب مدارس الأوسط الثانوية تتوجه إلى أساوا. فوائد الحملة التنموية الصيفية تفوق الفوائد المادية. الرئيس الروسي يعول على استمرار المحادثات مع أوكرانيا. تايلاندا تسلط الضوء على أضرار الشبكات الحدودية مع كمبوديا. وثوران بركان جبل والرماد في إندونيسيا يرتفع 10 كيلومترات. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. شهدت فرانكفورت الألمانية يومي 2 والثالث من أغسطس فعاليات المهرجان السنوي للإريتريين المقيمين في ألمانيا تحت شعار خطنا درعنا المناع. وذكر القائم بأعمال السفارة الإريترية في ألمانيا السيد يوهانس والدو في كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح، ذكر أن المهرجان يعد دليلا على الوحدة الوطنية وترابط الشعب والحكومة الإريترية بشكل عام وتصدي المواطنين المقيمين في ألمانيا بشكل خاص. وقد تضمن مهرجان هذا العام سيمينارات ومحاضرات للكبار والشباب وتكريم الطلاب الناجحين وفعاليات شبابية ومحادثات مع أصدقاء إريتريا الأجانب وخيم مجتمعية تعد وتقدم أطعمة ومشروبات وطنية ومحتويات فنية وثقافية وقرية أطفال وجناح أفريقيا ومعرض عن مشروع مدرسة أفومبو الداخلية. كما تم تقديم شرح تعريفي على نقابة الأطباء في ألمانيا لتعزيز المشاركة المهنية للمواطنين المقيمين في المهجر. وساهم أعضاء التنظيمات الوطنية بشكل عام وأعضاء الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية بشكل خاص في إعداد فعاليات التجمع الوطني السنوي. وأوضح القائم بأعمال السفارة الإريترية في ألمانيا السيد يوهانس والدو مهمة المواطنين في السيمينار الذي أجراه عن الوضع الراهن في البلاد من حيث التطورات الإقليمية والدولية. وأضاف أن مؤامرات أعداء الشعب الإريتري لتدمير تاريخنا وهويتنا وثقافتنا وقيمنا أحبطتها المقاومة اليقظة بالتصدي من قبل الشعب والحكومة. وفي الختام تم تخريج الطلاب الذين أكملوا دراساتهم في مجالات مختلفة بالإضافة إلى توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة الأدبية. توجهت اليوم 3 من أغسطس الدفعة الثانية من طلاب الصف 11 للمدارس الثانوية بالإقليم الأوسط توجهت إلى أساوا لمواصلة دراستهم في الصف 12 وأداء واجبهم الوطني في الدفعة 38 للخدمة الوطنية، علما بأن الدفعة الأولى من طلاب الإقليم الأوسط وصلت إلى أساوا في 30 من يوليو المنصرم. وأفاد مسؤول فرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ بلاي هبتجابر أن من بين الطلاب الذين توجهوا إلى أساوا على مرحلتين من 22 مدرسة ثانوية في الإقليم الأوسط 56% منهم طالبات. وذكر أن نتائج الطلبة في الامتحانات الوطنية تتحسن بفضل الجهود المبذولة في عملية التعليم والتعلم. وأبدى الطلاب في تعليقاتهم استعدادهم لتقديم أداء أكاديمي ووطني نموذجي في تعليمهم وواجبهم الوطني بتشجيع معلميهم وأولياء أمورهم. وأكد قائد مكافحة الجرائم في شرطة الإقليم الأوسط الرائد كسة دباس ومسؤول المراقبة المرورية والمخالفات في شرطة مرور الإقليم الأوسط السيد إسحاق يعقوب، أوضح أن الطلاب كانوا برفقة ضباط شرطة المرور من شرطة الإقليم الأوسط وعنسبة والقاشبركة طيلة الطريق إلى ساوا. وقال مسؤول في شركة حارات للنقل السيد أبراهام فسح قرقش إن جميع الحافلات تم فحصها فنيا في وقت سابق وتم نشر حافلات إضافية وطاقم فني لحل أي مشاكل تواجه على الطريق. وقد دخل طلاب قالب عنسبة والقاشبركة والجنوبي وشمال وجنوب البحر الأحمر بالفعل إلى ساوا في وقت سابق. ذكر الطلاب والمشرفون على العمل في مديرية فورتساوا أن الفوائد الدقيقة للحملة التنموية الصيفية تفوق الفوائد المادية.
وأوضح أحد المعلمين المشرفين الأستاذ ولد آب أربد أن الطلاب يعملون بحماس كبير في أنشطة الحفاظ على المياه والتربة، حيث تتاح لهم الفرصة لتعزيز حبهم والاحترام المتبادل واكتساب الخبرة العملية. وفي غضون ذلك تم تقديم محاضرة للطلاب المشاركين تركزت حول أهمية التعليم في بناء الوطن وفوائد الحملة التنموية الصيفية للطلاب من قبل مسؤولين وخبراء في القطاع التنموي. وأضاف المشاركون أن المشاركة في الحملة منحتهم الرضا التام، معتبرين المحاضرات بمثابة فائدة إضافية. تبرع موظفو المؤسسات الحكومية التي تقع بالإقليم الأوسط ب 176 وحدة دم لإنقاذ الحياة التي لا يمكن تعويضها إلا بالدم الذي يعوض. وشارك في البرنامج التطوعي الذي أقيم يومي 31 من يوليو والأول من أغسطس منتسبو القوات الجوية وشركة بدهو للإنشاءات وموظفو مكتب وزارة الدفاع. وذكر المدير العام لشركة بدهو للإنشاءات السيد أنغسوم كتما أن التبرع بالدم كان جماعيا وعلى مستوى الشركة، حيث تقوم الموظفات بالتبرع 3 مرات سنويا، فيما يتبرع الرجال 4 مرات، وهو الفارق الزمني الصحيح. وحث عضو الجمعية الوطنية للمتبرعين بالدم من شركة بدهو للإنشاءات السيد برهاء المجتمع على زيادة مشاركتهم في تلبية احتياجات بنك الدم الوطني للمساهمة في الأعمال الإنسانية الرامية لإنقاذ من يحتاج إلى رعاية طبية طارئة اعتمادا على الدم المتبرع به. وأوصى أعضاء شركة بدهو للإنشاءات الذين تبرعوا بالدم المواطنين على أن يحذوا حذوهم على نطاق منظم. مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نوافيكم الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن تتمكن روسيا وأوكرانيا من تشكيل مجموعات عمل لمناقشة التسويات المحتملة، مشيرا إلى أن رد فعل الجانب الأوكراني على هذه الخطوة كان إيجابيا بشكل عام. وقال بوتين إنه ينظر بإيجابية إلى المحادثات الروسية الأوكرانية، خاصة بعد عودة مئات الأشخاص إلى أوطانهم. وأكد أن أهداف روسيا في أوكرانيا لم تتغير، وأن قوات بلاده تواصل التقدم على طول خط المواجهة، مشددا في الوقت نفسه على الحاجة إلى سلام دائم ومستدام. وأوضح بأن من يشعر بخيبة أمل من محادثات السلام فإن ذلك يعود إلى توقعات مبالغ فيها، مضيفا أن من المنطقي الحديث عن أمن روسيا وأوكرانيا في إطار الأمن الأوروبي الشامل. وعلق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على تصريحات بوتين بالقول أن أوكرانيا مستعدة لاجتماع القادة، وتتصاعد حدة الضغوط الدولية مع استمرار الحرب في أوكرانيا، إلى أن تسعى القوى الكبرى إلى إيجاد مسارات سريعة تضع حدا للنزاع الذي بات بثقل كاهل الاقتصاد العالمي، ويعيد رسم خريطة التحالفات السياسية والاقتصادية. أفادت الأنباء بأن تايلاند سلطت الضوء على الأضرار التي لحقت بها في جولة الاشتباكات الحدودية الأخيرة مع كمبوديا. وشهدت المناطق الحدودية بين البلدين اشتباكات في سياق النزاع الحدودي الطويل الأمد بين البلدين، وتسببت في خسائر بشرية وأضرار مادية للجانبين. يتركز النزاع حول أحقية المطالبة بالمعابد الهندوسية القديمة الواقعة على طول الحدود المشتركة، وتعتبر ذات أهمية تاريخية ودينية للبلدين. واتفق البلدان على وقف إطلاق النار، ولكن لا يزال هناك توتر مستمر بسبب النزاع الحدودي والمطالبات المتنافسة. أعلنت هيئة المسح البركاني في إندونيسيا أن بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في مقاطعة إيسنوسا تينغارا ثار الجمعة، ما أدى إلى قذف عمود من الرماد بلغ ارتفاعه أكثر من 10 كيلومترات. وأثار البركان عدة مرات خلال الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك ثوران في أوائل يوليو
أدى إلى قذف رماد بركاني بلغ ارتفاعه 18 كيلومترا، وتسبب في اضطرابات في الرحلات الجوية المتجهة من جزيرة بالي السياحية القريبة وإليها. ودعت هيئة المسح البركاني السكان إلى إخلاء منطقة تبعد من 6 إلى 7 كيلومترات عن فوهة البركان، وإلى توخي الحذر من مخاطر التدفق الطيني حال هطول أمطار غزيرة. وأظهرت صور نشرتها الهيئة مشهدا دراميا للبرق البركاني وهو يلمع فوق البركان، وعمود الرماد الذي يعكس اللون الأحمر للحمم البركانية المتدفقة أسفل سفوح الجبل. أطلقت جامعة ويتور سراند في جنوب أفريقيا بالتعاون مع خبراء في الطاقة النووية وجهات معنية بالحفاظ على الحياة البرية مشروعا رائدا لمكافحة الصيد غير المشروع من خلال حقن قرون وحيد القرن بنظائر مشعة غير ضارة يمكن رصدها عبر أجهزة الكشف في المطارات والمعابر الحدودية. المبادرة التي تحمل اسم مشروع رايزوتوب تهدف إلى جعل قرون وحيد القرن قابلة لاكتشاف بسهولة أثناء محاولات تهريبها دون أن تعرض الحيوان لأي ضرر صحي. وقال كبير العلماء في المشروع إن اختبارات المرحلة التجريبية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك العلمي أن العملية آمنة تماما وفعالة في جعل القرون قابلة للكشف بواسطة أنظمة النظائر المشعة في الجمارك الدولي. وذكر بأن قرون وحيد القرن المحقونة يمكن اكتشافها حتى داخل حاويات شحن بطول 40 قدما، كما أن مستويات الإشعاع المستخدمة منخفضة بما يكفي لضمان سلامة الحيوان، لكنها كافية لتحفيز أجهزة الإنذار في نقاط التفتيش. مشاهدينا، نختم هذه النشرة بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. تنظيم المهرجان السنوي للإريتريين المقيمين في ألمانيا. الدفعة الثانية من طلاب مدارس الأوسط الثانوية تتوجه إلى ساوة. فوائد الحملة التنموية الصيفية تفوق الفوائد المادية. الرئيس الروسي يعول على استمرار المحادثات مع أوكرانيا. تايلاندا تسلط الضوء على أضرار الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا. وثوران بركان جبل والرماد في إندونيسيا يرتفع 10 كيلومترات. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.